وببيضة مسلوقة نقل البصمة دي على الصورة. وقام جري راح لجلال. يا ابن اللعيبه، ايه رايك؟ استاذ ورئيس قسم. عشان تعرف بس. يا سلام عليك. اتفضل. قهوتك يا سيادة المستشار. وجايبه القهوه بنفسك؟ ما احنا ما عندناش اغلى من حضرتك. ميرسي يا غالي. قولي لي يا غالي، الموظفين بره ولا مشوا؟ لا كلهم مشوا. طب اتفضلي مشيت كمان. اوكي بعد اذن حضرتك. مع السلامه. الحقيقة بقى إن غدا ما روحتش زي ما طلب منها جلال. غدا وقفت بره وسمعت كل اللي دار بينهم. والبصمه دي بتاعتها ولا بتاعت حد تاني؟ انا كده هزعل منك. عملتها ازاي دي؟ ربنا يخلي لنا البيض المسلوق. افهم. وغدا عرفت السر اللي جلال مخبيه عن الكل وجت حكتهولي. وتاني يوم الصبح فتحت غادة درج مكتب جلال بنسخة المفاتيح اللي معاها، وصورت له كل الورق اللي موجود واللي طبعا فيه كل بياناته. يعني انت لما شفتني في النادي ما كانتش صدفة ولا نيلة، انت كنت بتغني عليا؟ مفيش حاجة اسمها صدفة. كل حاجة كان معمول حسابها ومترتبة بالظبط.